بسم الله. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنشرح فيه الفيزيت، ازاي المريض بيدخل للدكتور على السيستم، وازاي المساعد. طبعا قبل كده في فيديو قبل كده شرحنا ازاي بيدخل المساعد او الممرض اللي قاعد بره المريض للدكتور، وقلنا ان في زرار اسمه انسايت في البروفايل، لما بيضغط عليه بيعمل نوتيفيكيشن عند الدكتور، موجود نوتيفيكيشن صغيره كده موجود فيها اسمه وسنه وكده، ولما الدكتور بيضغط عليه بيقوم فاتح الصفحه اللي انتم شايفينها دي. واللي ما اتفرجش على الفيديو ده يا ريت يتفرج عليه الاول قبل ما يتفرج على الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. تمام؟ طبعا هو النوتيفيكيشن اللي بتطلع دي لو داس عليها تفتح الصفحه دي، وفي نفس الوقت برضه لو الدكتور ضغط على الفيزيت في اي وقت، اول ما هيفتح هيلاقي ان الشخص اللي معمول له انسايد في الابوينتمنت ايا كان بقى واحد او اثنين، واحنا اتكلمنا قلنا ان بحد اقصى اثنين بس يدخلوا عند الدكتور، ما ينفعش اكتر من اثنين يدخلوا عند الدكتور. عشان كده في زرار هنا اسمه كريم سامي، وممكن واحد كمان يدخل تاني دلوقتي. طب خلينا كده مثلا على سبيل المثال ندخل واحد مع بعض كده مع كريم، وليكن مثلا ندخل حماده مثلا احمد ده، نعمل كونفيرم، نعمل انسايت. تمام؟ طيب كده يبقى في حماده ده دخل هو كمان مع الدكتور، فبقى في اثنين اهو. لو انا جيت حاولت ان انا ادخل واحد ثالث السيستم مش هيرضى. تمام؟ لا اقدر عادي اسويتش ما بين حماده وكريم عادي اهوت، مفيش مشكله خالص، ولما بسويتش الاسم بيكون موجود هنا. كومبليتد ده كومبليتد معنى كده ان انا خلصت الكشف واحد لغايه دلوقتي النهارده. تمام؟ الان بروجريس معنى كده ان في 4 مرضى بره قاعدين مستنيين يخشوا. اوكي؟ الفيو بروفايل ده لما اضغط عليه هيجيب لي البروفايل بتاع المريض. طبعا احنا شرحناه قبل كده، وزرار اورد بروفايل ده برضه شرحناه قبل كده. تمام؟ خلينا نبص هنا بقى ايه الوضع ده. المعنى كده ان انا لما فتحت كريم ده جالي 4 مرات قبل كده في العياده. جالي يوم 15، يوم 16، يوم 19، يوم ايه؟ يوم 28. تمام؟ اللي هو امبارح. طيب لو انا ضغطت على اي واحد من ده، مثلا ضغطت على الفيزيت ديت، هلاقي مثلا في تكست نوت اهي موجوده، في وايت بورد مرسومه، وفي فويس محطوط. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا كدكتور اقدر اضيف نوت بايديا على الفيزيت، او اقدر ارسم على وايت بورد على الفيزيت، او اقدر اعمل فويس على الفيزيت. دي انواع مختلفه عشان تسهل ان انت تحط اي هيستوري للمريض في الزياره دي بشكل سريع. يعني انت لو مش فاضي تكتب، ممكن تسجل فويس صغير كده تقول والله حاله المريض في الفيزيت دي كانت عامله ازاي، وليكن مثلا. اوكي؟ طيب اقدر ده بالنسبه للقديم. طيب انا دلوقتي بقى عاوز اعمل فيزيت جديد، عاوز ابتدي بقى انيشيت فيزيت بتاعت النهارده، اعمل نيو فيزيت. اول ما عملت نيو فيزيت ايه اللي حصل؟ ضاف لي فيزيت اهي 29/9. تمام؟ لو دوست عليها تاني تفتح، طبعا فاضيه مفيش فيها اي حاجه. اقدر انا هنا في النوت اضغط هنا اكتب اللي انا عاوزه اهو، اد. تمام؟ اي وايت بورد اعمل ارسم برضو اللي انا عاوزه، اد. وهنا في الفويس برضو اعرف اضيف طبعا ايه الفويس اللي انا عاوزه. انا بتكلم دلوقتي اهو، تعمل ستوب هتقوم نازله الفويس ادي كده، خلينا نسمعها. اعرف اضيف طبعا ايه زي ما انتم شايفين. تمام؟ طيب دي بالنسبه للنوتس بتاعتي اللي انا ضفتها سريعا. طيب في 3 ايقونات تحت، فيزيت فيلدز، ودي الفيلدز الاكسترا فيلدز اللي احنا ضفناها، اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي احنا قلنا ان الدكتور يعرف يعمل كاستمايزيشن للفورمه بتاعه المريض والفورمه بتاعه الفيزيت. ممكن يكون كل دكتور عاوز يسال اسئله معينه في الفيزيت ديت، فهو بيروح الاول يعملها في الاكسترا او البيشنت الفيزيت فيلد، وبعدين يجي هنا يلاقيه. الريزلت دي اللي هي ايه بقى؟ دي المريض وهو داخل في الزياره ديت كان معاه اشعه وتحليل، نتائج اشعه وتحليل، فبيديها للممرض، الممرض بيصورها يأتشها في الريزلت، بحيث ان هو لما يدخل لك تبقى موجوده عندك هنا. وفي نفس الوقت برضه انت ممكن انت اللي تأتشها وتعملها، مفيش مشكله يعني. اوكي؟ طيب اخر حاجه بقى البريسكريبشن. البريسكريبشن احنا قلنا لما جينا شرحنا البريسكريبشن احنا عندنا حاجتين، عندنا بريسكريبشن الكترونيه وعندنا بريسكريبشن بالايد. تمام؟ طيب البريسكريبشن الالكترونيه دي انت بتكتب الدواء بايديك، ولكن احنا طبعا قلنا ان احنا عندنا قائمه الدواء موجوده في السيستم.
فانت بتسيرش على قيمه الدواء اهو، تكتب حرف مثلا وليكن الدواء ما ده، تكتب الرقم بتاعه، عدد المرات 3 لمده 3 4 ايام مثلا، اعمل اد، نزل الدواء الاولاني، اختار دواء تاني وهكذا كده لمده 5 ايام، اعمل اد وهكذا. تمام، عملت ايه؟ الدواء. طيب عاوز احط تحاليل، ادوس على تستس، اختار التحليل اللي انا عاوزه واضيف، نزل في سيكشن لوحده، ارجع تاني عاوز اضيف شويه اشعه، هضيف هنا الاشعه، اوكي نزل تاني. تمام، خلصت خلاص، بقوم عامل ايه؟ بقوم عامل برنت. اول ما ببرنت بيبرنت على الروجيتا بتاعه المريض. يعني انا دلوقتي عندي روجيتا، سوري الروجيتا بتاعتك، انت اوريدي عندك روجيتا، تمام؟ اعمل برنت، حط بس الروجيتا في البرينتر، هو هيبرنت في الحته اللي في النص، هو احنا سايبين جزء فوق وجزء تحت، وهو هيطبع في الحته اللي في النص، ولو الروجيتا كبيره هيقوم طابع روجيتتين وهكذا. تمام؟ طيب خلصت، انا عملت فينش، خلصت الفيزيت، كتبت اللي انا عاوزه، عملت فينش للفيزيت، هيقول لي ارجو اوكي، انا هعمل فينش. تمام؟ طيب فضل معايا بقى مريض تاني اللي اسمه حماده احمد، انا همشي نفس الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها هيها بالظبط. لاحظوا تحت ان الكومبليت بقى زاد واحد، لان احمد عادل سوري الكريم اللي انا عملته فينش دلوقتي حالا ده بقى كومبليتد خلاص، فزادت واحد وفضل 4. هنقول مثلا ان احنا عملنا الفيزيت نفس الخطوات اللي فاتت، هنعمل فينش للفيزيت. اول ما نعمل فينش للفيزيت هيحصل ان هو هيفضي لي الشاشه وهيديني زرار هنا اسمه نيكست بيشنت. تمام؟ لو انا ضغطت على نيكست بيشنت عمل ايه؟ اما مطلع نوتيفيكيشن، النوتيفيكيشن دي راحت للمساعد بره، قالت له دخل لي المريض الجديد بتاعك، المريض التالي يعني النيكست بيشنت، بحيث ان انت كدكتور خلصت البيشنت ده عاوز تدخل المريض التاني دخله عن طريق الزرار، تبقى انت كده قللت الكوميونيكيشن، الدكاتره بقى اللي بتعمل جرس بره عشان تدخل البيشنت اللي بعده وهكذا. طبعا دي خلت يبقى في استغناء عن موضوع الجرس والكلام ده، وبقت الدنيا كلها عن طريق ايه؟ السيستم.